بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كزملكاوية كلنا امبارح زعلنا. زعلنا عشان النتيجة وزعلنا عشان الأداء، ومعتمد جمال يعني كل الناس شايفة حاجة وهو شايف حاجة تانية خالص. فرقة جاية بتقول لك لو سمحت لو سمحت اكسبني، ممكن تكسبني. فانت تجيب جون في أول الماتش بدل ما تدوس وتجيب التاني والتالت والرابع وهم مستسلمين تماما. قلت لهم لا، انا هلعب بالطريقة اللي انا بحبها بتاعتي، الا وهي ايه؟ التحولات. يعني انا هسيب لك الكوره تلعب وتيجي تهاجمني، اقطع منك الكوره واعمل هجمه مرتده اجيب جول. طب دي تمشي مع الفرق الكبيره التقيله، لكن انت بتلعب نهائي وعلى ارضك وسط 70 ولا 80 الف متفرج وجبت جون في الاول، استسلام غير طبيعي. ده انت حتى مستسلم، انت مش كسبان، انت 1-0 هم هناك 1-0، فانت كده يعني تعادل. الناس حاولت تهاجمك، مقفل، بس كانت ممكن اي كرة تخش. وفي الاخر اخر 10 دقايق بدأوا يقلقوا يرجعوا لورا. طب دوس حتى يا عم في العشر دقايق دول، لا مفيش. ضربات الجزاء ما بعرفش الوم فيها حد، بس انا هقول على احساسي، وانا عارف ان الناس بتزعل من الكلام ده، بس ده احساسي. محمد شحاته طبعا احنا كل كرة بيجيبها الزمالك عندنا امل ان عواد يصد اللي بعديها. كله عمال يخش يخش يخش، مفيش حاجه اتصدت خالص. داخل محمد شحاته قلت يا رب ربنا ما يعاقبوش انه ما راحش جنازه ابوه، وان ابوه مات من غير ما يودعه. يا رب ربنا ما يقولوش خلي بقى الزمالك ينفعك، اديك لا خدت جنازه ابوك ولا كسبت الزمالك، ده انت اللي خسرتهم. وقد كان. بس حتى انا بعد ما هو ضيع الكره دي انا كنت بتفرج، قمت مشيت، ما استنيتش الكره بتاعت الجزاء. خلاص عرفت انا السيناريو، هو هنتعاقب من خلالك يا محمد اشحات. وبرده مش هشيله هو اللوم. هو لما ما راحش موضوع ابو ده، الزمالك قال لك دي لفته كويسه منه وخلاه كابتن الفريق هناك ومش عارف إيه. وبعدين الجمهور ده ما يستحقش يمشي زعلان، ما يستحقش يمشي زعلان، بس اصل ربنا مش على كيف حد. اللي بيتحاسبوا اول حاجه هم الناس اللي بيعملوا الحاجه نفسها، الفريق نفسه. طب انت عندك يوم الاربع ملحمه بقى، هترجع برضو تدافع قدام سيراميكا كده؟ مش عارف، يعني انا مش عارف. انت في ماتشات كده بترتبك فيها كمعتمد، لما الناس تبقى مركزه عليك زي ماتش الاهلي مفيش مرتبك، تحس ان انت حافظ مش فاهم. امبارح بدأ التشكيل. طب انت مش مخلي عندك دكه جامده ليه؟ انت بتدفع بكل اوراقك في الاول، والناس برضو ظالمه ادم كايد على فكره. ليه بقى؟ ادم كايد لعيب مهاري، بيلعب مركز 10، يعدي لك من واحد واثنين ويرمي لك سرول الايه للوينج، يوزع كوره. طيب ده هيعمل ايه وانت بتدافع طول الماتش؟ مش هيعرف يعمل حاجه. هيعمل ايه؟ انت ما بتبنيش هجمه عشان هو يعملها. ابسط حاجه كنت خليت شيكو بنزا على الدكه ونزلته الشوط التاني، كان بقى ورقه رابحه يجري شويه في الماراثون بتاع الحصينه اللي بيجري فيه ده. هنقول ايه؟ طبعا ماتش يوم الاربعاء ده يبقى كارثه، لو كارثه لو ما خدش الدوري. مبدئيا طبعا معتمد جمال هيمشي، وهتبقى ليلتك سودة يعني، من الاخر. وانت ما خدش الدوري وبيراميدز خدوا، الاهلاويه هيفرحوا كان هم واخدين الدوري بالظبط. يعني هم اهم حاجه عندهم دلوقتي يضيع عليك انت الدوري كمان. اما فرحه الاهلي بقى في الهزيمه، يا جماعه ده طبيعي، ده طبيعي. انا لو الاهلي بيلعب هبقى عايزه يخسر، ده طبيعي، ده مش حاجه اسمها بيلعب باسم مصر بقى والكلام ده. هي جماهير برشلونه بتشجع ريال مدريد عشان بيلعب باسم اسبانيا؟ نهزر.
في حاجه برضو غريبه ان الماتشين، ماتش الذهاب وماتش العوده، الزمالك جاب فيهم 3 اجوان ما اتحسبوش. الكره بتاعت شيكوبانزا هناك اللي ادى الواد بالكتف ولعبها معرفش مين حطها، والجون بتاع فيزيرا الشهير اللي رقص فيه ده وفي الاخر اتلغى واتحسب ضربه جزاء علينا. ده ايه النحس ده؟ والجون الاوفسايد بتاع محمد اسماعيل معرفش ولا مين اللي حطه اوفسايد، بس هو اوفسايد فعلا. يا رب نتعلم من الدرس. ويوم الاربعاء بقى يعني مش محتاجين حاجه حد يتكلم ولا يوصي. هي دي مش عنق الزجاجه، ده هي الزجاجه كلها. سلام.